السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. رمضان كريم. كي دوزتو النهار الاول ديال الصيام ان شاء الله يكون كل شيء مزيان. حنا عندنا النهار الثاني الحمد لله داز بخير وعلى خير. غنشارك معكم المائده ديال الافطار ديال اليوم، واخا ماشي شي حاجه يعني كثيره، المهم افكار بالنسبه للناس اللي كيحيروا شنو يوجدوا للفطور. غادي نوجد واحد السلطه ديال التبوله، ولكن الطريقه يعني شويه مبدله. غناخد هنا البرغل اللي شويه كبير، ماشي هذاك اللي رطاب. غادي نغسلوه مزيان، ما عرفتش واش كيغسلوه هما في العادات ديالهم، حيت كاين اللي كيغسل الكسكس وحنا ما كنغسلوهش عاده. المهم انا غسلته صفيته، ومن بعد غنضيف عليه واحد الكميه ديال الماء طايب، غير قدرت تقريبا واحد السنتيم فوق منه. وغنضيف العصير ديال نص حامضه. تبارك الله هذا الحامض هذا فيه الماء بزاف، يعني تقريبا نقول واحد 4 ديال المعالق ديال العصير ديال الحامض. وزيت الزيتون واحد 2 معالق. غادي نزيد من بعد زيت الزيتون للسلطه ملي نضيف الخضره. المهم دابا غير باش يتشرب هاد البرغل هذا في هاد المرحله هذه. ضفت شويه ديال الملحه ما بانتش هنايا، وغنحرك مزيان. غنحط هاد الطبسيل جانبا ونخلي حتى هذاك البرغل يتشرب داك السوائل ويتنفخ. وعاد نقادلو السلطه ديالو، واخا ما نخلطوش دابا حتى يقرب الوقت ديال الفطور ان شاء الله. غنعمل شويه ديال ماشي شويه، غنعمل واحد الكميه مزيانه ديال الكريب اولا الفطائر الفرنسيه. عندي هنايا 5 ديال البيضات كبار. بغيت نصاوب كميه كثيره باش هكذا يعني يبقى مورا التراويح وايضا السحور ان شاء الله. فعملت هنا 5 ديال البيضات كبار، ضفت معلقه كبيره ديال السكر فانيليا، وتقريبا واحد 4 ديال المعالق كبار ديال السكر. مع هاد الكميه ديال الكريب راه ما جاش حلو نهائيا، يعني ما جاش حلو لدرجه انه يعني يتكال بوحديته. ولكن المهم انا بغيت نكثر السكر في حاله بغاو يدهنوه ولا شي حاجه ما يجيش باسل بالحلاوه. غادي نطرب هذا الخليط هذا، يعني البيض والسكر والفاني. عندي هنا تقريبا 100 غرام ديال الزبده ذوبتها مع 4 كاس ديال زيت العاديه ماشي زيت الزيتون، وخلطتهم. هنا غادي نضيف 4 ديال هاد المعلقه هذه، ماشي معلقه يعني بحال نقولوا القياس ديال نص كاس معياري ديال الطحين، هي 2 كيسان كبار، 2 كيسان معياريين ديال الطحين. غادي نخلط. هذه هي الطريقه ديالي اللي كنعمل بها الكريب باش ما كيتكتلوش، يعني الطحين ما كيتكتلش، كيجي يعني ما فيهش الحبيبات، وفي نفس الوقت بلا ما نقعد نصفيه ولا نستعمل هذاك الكاس الطحان ديال الضو. غير بهذه الطريقه هذه كيتخلط الطحين مزيان، ما كيكونوش الكتل. هنايا ضفت تقريبا ماشي تقريبا ضفت لتر ديال الحليب، ومازال غادي نزيد واحد شويه تقريبا واحد الكاس صغير. خلطت مزيان كيف ما كتشوفوا هنا، ما كيكون فيه لا حبيبات لا حتى شي حاجه. صافي غادي نغطي هذا الخليط هذا ديال الكريب ونخليه يرتاح. كل ما خليته يرتاح كل ما كيجي هذاك الطعم ديال الكريب زوين. وما عرفتش علاش كيجي خفيف، ما كيجيش مدقص بحال الا طيبتوه مباشره، كيجي بحال الا معجن شويه. صافي غادي نغطيه ونحطو. غادي نوجد لهم ايضا مع هذيك السلطه ديال البرغل قطيبات ديال الدجاج. عندي هنايا 3 ديال الصدوره ديال الدجاج اللي غسلتهم ونقعتهم في الملحه والحامض، عاود غسلتهم خليتهم يستقطروا مزيان. هنايا عملت لهم الملحه، الابزار، التحميره، الثوم بودره، الفلفل عفوا بصل البودره. عملت تقريبا 2 معالق من العصير ديال الكورنيشون، ممكن تستعملوا الحامض الا بغيتو. معلقه صغيره ديال الهريسه والصلصه الحاره، معلقه كبيره عامره ديال المايونيز، شويه ديال المطارد، ومعلقه ديال مركز طماطم ولا مطيشه ديال الحك. صافي هادو هما المقادير اللي عملت. ممكن تستعملوا اي تتبيله بغيتو، انا عاده هادشي اللي كنستعمل، اما في القضبان ديال الدجاج ولا الجناوح ديال الدجاج في الفران، كتجيني سهله. يعني ما كاين لا قزبر المعدنوس لا تومه لا حتى شي، بقى تحك الثومه تحك البصله. كنستعمل كلشي مجفف كيجيني مزيان. هنا غنضيف شويه من ديك التتبيله اللي كنت وجدت في الدار، فيها الثومه والبصله وشويه ديال السيبولات. غنحرك مزيان ونغطي هذا الخليط هذا
ما غاديش نغطيه، غادي نعملو في هاد القطبان هادو ديال الخشب وعاد غندخلو للثلاجه حتى يقرب الوقت ديال الفطور ان شاء الله، وغادي نجبدو باش نشويه. هنايا غنعمل شويه ديال الخبز ديال المقله، ماشي شي حاجه كثيره، غير هكذا 3 ولا 4 ديال الخبيزات للسحور ولا بغاو ياكلوه مع هذوك القطبان ديال الدجاج. عملت 2 زلافات ديال الدقيق الابيض، نص زلافه ديال الفينو، معلقه صغيره ما عامراش ديال الملحه، معلقه كبيره السكر، معلقه صغيره عامره ديال خميره الخبز، معلقه ديال الزيت، وعجنت كلشي بالماء دافي. وفي الاخير غندهنو بشويه ديال الزيت، نغطيه ونخليه يخمر. غنرجع نشوف هذاك البرغل تبارك الله راه تشرب هذوك السوائل كامله صافي، راه وجد. غنقادلو الخضره ديالو. بالنسبه للطريقه التقليديه كنظن انهم كيستعملوا القزبور، المعدنوس، النعناع، مطيشه، كثر هادشي اللي كيستعمل. المهم انا غنعمل الخضره اللي عندي، بغيت نصاوبها بحال السلطه مخلطه مع البرغل، هي ماشي تبوله. المهم الناس ديال الشرق اللي كيصاوبوا هاد الوصفه هذه ديروا عين شافت وعين ما شافت ودن سمعت ودن ما سمعت. الا شفتي شي حاجه ماشي تقليديه في هاد الوصفه غير ما تديوهاش عليا، ما تديوهاش عليا. انا بغيت غير نصاوب سلطه ونضيف لها هذاك البرغل. هنا عندي هنا واحد نص حبه ديال الخيار، غنحيد له داك القلب ديالو وغادي نقطعو طريفات صغار. عندي هنا القزبور، ماشي القزبور، المعدنوس، ما عملتش القزبور غير المعدنوس. غنحاول انني نقطعو من المره الاولى رقيق بزاف باش ما يطلقش الماء. غناخذ شويه ديال النعناع حتى هو غير الوراق بلا عواد، غنستفهم هكذا في بعضياتهم حتى هما غادي نقطعهم هكذا رقاقين. عندي واحد 2 حبات ديال المطيشه، قشرتهم حيت لهم السريعه وقطعتهم حتى هما طريفات صغيورين. شنو اخر عملت في هذه السلطه هذه؟ المعدنوس، الخس حتى هو غسلته. عاده كيستعملوا هذاك الخس الرومي. انا هذا الخس هذا اللي عندي رطب شويه هو المهم اللي عندي استعملت. المسائل اللي عندي هي اللي استعملت هذاك الخس اللي رطب، استعملته ضفته مع الخليط ديال التبوله. المهم كنظن هما كيعملوا فيه الخس ولكن ماشي مشكل. هنا ضفت واحد نص حبه ديال البصله. ايضا ما عرفتش واش في الحقيقه في الوصفه الاصليه كيعملوا. المهم حنايا انا غنستعمل هذاك الشيء اللي عندي، وهذاك الشيء اللي غادي نظن غيجعل هذه السلطه هذه تكال باش ما تبقاليش. هنا نص حبه ديال البصل صغيره شلطتها حتى هي صغيره رقيقه وضفتها. هنايا ما غاديش نخلط هاد السلطه هذه دابا لان عارفه الا ضفت الملحه المطيشه غتطلق الماء، بس غتطلق الماء غنخليها هنايا حتى يقرب المغرب ان شاء الله، ونخلط هذاك البرغل مع الخضره. غنغطيهم ونخليهم جانبا ونمشي باش نقض الخبز ديالي. من بعد ما خمرات يعني العجينه غشكلتها على كويرات هكذا كما قلت لكم، غير 4 ديال الخبيزات، ماشي شي حاجه كثيره لان الخبز ما كيتكلش بزاف، يعني ماشي بحال الفطور، الغداء، العشاء. في رمضان كناكلوه تقريبا مع الوجبه ديال العشاء، ولا كان شي طاجين ولا شي لحم ولا شي حاجه صافي. غادي نقادو بحال هكذا، غنحطو فوق هذيك الوصيله الصغيره باش نخليه يخمر، ونطيبو في المقله ان شاء الله. نخليه يخمر مزيان خليته انا تقريبا هذا الخبز ديال المقله ماشي البطبوط، يعني كيكون غليظ شويه، ماشي بحال هذاك الخبز البطبوط يعني كنبغيوه يتنفخ من الداخل. هذا لا، هذا المهم انا عاقله جداتي الله يرحمها كانت كطيبو بحال هكذا فوق العافيه، كيكون غليظ شويه. صافي غادي نغطيه ونخليه يخمر. غنمشي باش نبدا نقاد الكريب لان الكميه اللي صوبت راها تبارك الله كثيره، خدات لي تقريبا شي ساعه ولا اكثر من ساعه وانا كنطيب فيه. من بعد مشى عليا الحال. المهم بقيت كنتصنت لواحد حاطه واحد الفيديو، كنتصنت وكنتفرج وكنطيب، مشى عليا الحال
تقريبا حتى أذنة المغرب وانا باقا ما ساليت. المهم دابا غنقاد هاد الكريب هذا. الطريقه اللي كنطيب بها الكريب الاولى كنضيف قبل ما نبدا كنضيف شويه ديال الزبده، كنطيب الاولى في الزبده، من بعد كنولي فيما كنخوي الكميه ديال العجينه كتقبض راسها بحال هكا، كنضيف واحد شويه من الفوق هكذا. ملي كنقلب هاد الكريب هادي كتحمر من الجهه الفوق، وفي نفس الوقت كتبقى المقله مدهونه بالزبده الكريب اللي غنطيب من بعد. صافي هذه هي الطريقه اللي كنطيب بها. ممكن الا بغيتو ما تضيفوش الماده يعني الزبده نهائيا، ولكن كتعطيها واحد الشكل زوين وطعم زوين طبعا. بالنسبه لي انا الوجه اللي كيجي زوين هو هذا اللي كيكون الفوق، من بعد كنقلبوه هو اللي كنحطو يعني هو اللي كنعتبروا الوجه ديال الكريب. كاين الناس اللي يعتبروا ان الوجه اللي كيكون لتحت في المره الاولى هو الوجه ديال الكريب. انا كيعجبني هذا، كتجيه واحد التحميره زوينه. صافي غنكمل الكميه كامله ديال الكريب وغنمشي باش نطيب الخبز. سخنت المقله الثقيله ديال الرغيفه وغنطيب فيها هاد الخبيزات هادو. ما دهنتهم في الحقيقه، هذيك المقله ما دهنتها ما حتى شي حاجه، خليتها هكذاك ناشفه. كيف ما كتشوفوا الخبيزات راه كيتنفخوا، كيشوف بحال الخبز العادي اللي غنطيبوه في الفران. جبت الحريره كتبقى لي من البارح، زدت عليها شويه ديال الماء وغنخليها تسخن على خاطرها. هذاك الماء اللي كنزيدو راه كيتبخر في السخين، يعني ملي كتسخن كتجي بحال الا عاد طيبناها. شنو اخر باقي خصني شحال من حاجه نصايب. خصني نخلط هذيك السلطه، نشوي القطبان ديال الدجاج، غنقلي هذوك البريوات ديال الجبن، البريوات ديال الحوت غندخلهم للفران، نقاد الطبيصلات ديال الشباكيه وديال السفوف وديال التمر. هادشي غنقادو. باقي خصني نقاد الطابله، نحط الطباصل الى اخره. هادشي اللي غادي نصاوب دابا. غادي نخلط السلطه، غادي نخلط مزيان. هنا عندي هاد الزلاف هادي غير صغيره، عكست نمشي نجبد هذيك الكبيره فاستعملت يدي. غادي نخلط مزيان، غنضيف العصير ديال الحامضه، نص حامضه اللي بقات لي، الملحه وزيت الزيتون على حسب الرغبه. شوفوا نتوما واش كيعجبكم الحموضه ولا لا. صافي غنخلط مزيان. بالنسبه لهذوك القطبان ديال الدجاج، جبت هذيك القلايه الهوائيه، واخا هي كنعجز عليها يعني كبيره وثقيله، وخصني نجبدها ونجيبها، ومن بعد صعيبه في الغسيل ديالها. المهم احسن من انني نوسخ البوطه، نقلي هذوك نحطهم فوق البوطه كتولي الدنيا عامره بالزيت هكذا. كنسد عليهم دغيا كيتشواو. هذه هي السلطه ديالي والقطبان ديال الدجاج. البريوات ديال الجبن قليتهم، وطيبت البريوات ديال الحوت في الفران كيف ما قلت لكم. هذا هو الفطور ديالنا ديال اليوم: تبوله والقطبان ديال الدجاج، بريوات ديال الحوت، حريره، الخبز ديال المقله، بريوات ديال الجبن. كنظن هادشي اللي صاوبت. الحمد لله على هاد النعم. سلقت شويه ديال البيض. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو ديال غدا. السلام عليكم.